يلزمني أن أذكر من يظلمون العباد لعلهم يرتدعون. أقول قد مات الشيخ أبو إسحاق رحمة الله تعالى عليه، وقد تكلم ناس فيه، فغدا الموعد واللقاء يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. كل من تكلم فيه بكلمة سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قل ذلك مذكرا قوما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يطعنون في الدعاة إلى الله ويبركون أعمال أهل الإجرام. أقول لهؤلاء غدا الحساب. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذان خصمان اختصموا في ربهم. إن النبي قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فكل من سولت له نفسه أن يطعن في مسلم فضلا عن عالم فلينتظر اللقاء غدا ولينتظر قصاص المظالم غدا. أسأل الله سبحانه أن يرحم الشيخ أبا إسحاق رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلحقه بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونحن وإياكم مع هؤلاء. وأسأل الله أن ينزل على أهل بيته السكينة والإيمان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.